يا صباح الهنا والسعادة على قلوبكم يا حبايبي. تعالوا كده ان شاء الله نبتدي فيديو جديد. والفيديو بتاع النهاردة بصوا اهو بسيط جدا. هنجهز الفطار في الغيط اهو. بصوا الولعة اهي. البيض على مش على البوتاجاز بقى، على الكانون. يعني الفطار ده بيبقى فيه ريحة دخانة كده بتاعت الكانون. انتوا ما تتخيلوش الطعم والحلاوة بتاعتها بتبقى عاملة ازاي. يعني اللي مش عايزه تعمل رجيم، اللي عايزه تخس، ما تجيش الغيط. اللي هو مش عامل رجيم يجي ياكل معانا في الغيط يا حبايبي. وطبعا الدعوه عامه لكل اللي يعجبه المنظر ويجي يشرفنا وعلى دماغنا وعلى راسنا من فوق. فطبعا كده انا هنبقى مع بعض خطوه بخطوه كده. وانا بجهز الفطار اهو يا حبايبي. بصوا بسم الله ما شاء الله اهو. ده صاج يا حبايبي، انا حاطاه كده عشان ايه؟ ده صاج. بصوا ده صاج كده. طبعا لسه مسخنش قوي عشان اقمر عليه العيش. البيض اهوت قدامكم بيغلي اهو. والكنكه بتاعت الشاي محطوطه عشان برضو نفطر ما نتعطلش. نقوم على طول نشوف هنعمل ايه اهو. طبعا العيش انا بقمره كده على الصاج يا حبايبي. وما اخلصه كده تقمير ارجع لكم تاني. يعني بيتقمر يعني ايه؟ زي ما بتقمريه في الفرن بتحمصيه. اللي عايزين تقولوه قولوه، احنا بنقول عليه تقمير. ولو انتوا بتقولوا عليه حاجه غير كده اكتبوا لي في الكومنتات بتاعتكم الحلو. ارجع لكم بقى لما البيض يستوي والعيش يتقمر واجي اقلي الطعميه بقى والفول والحاجات الحلوه دي. ارجع لكم بقى تاني. بصوا يا حبايبي العيش هو ده اللي انا بقول عليه. بصوا العيش متحمص ازاي اهو، عشان مع الصاج اللي احنا حاطين عليه ده. يعني لو مش الصاج كان هيبقى تقمير ولعه برضو جميل، بس ايه، الصاج احنا بنحبه كده. طبعا البيض اهو شغال، الولعه شغاله عليه اهو وقرب يستوي اهو. بصوا اهو، مفيش احلى من كده كأنك محمصاه في فرن بلدي اهو. اهو يا حبايبي نحط ده كده في المشنة اهو. دي اسمها مشنة يا حبايبي. نحط الرغيف اهو تاني اهو، نفرده كده. دي اللي فيها العيش دي اسمها مشنة اهو. احمص بقى العيش ده كله وارجع لكم تاني برضو اهو. بصوا اهو، هرجع لكم بقى تاني واحنا بنحمص كده مع بعض. بصوا يا حبايبي اهو، البيض خلاص استوى، بس انا مش عايزه احوشه بصراحه لما اخلص تجهيز الفطار كله. بصوا العيش اهو اهو، كل حاجه زي العسل اهو. بصوا اهو. ارجع لكم بقى وانا بقلي الطعميه واكون خلصت العيش والبيض بتاعي السلق اهو. شوفوا رفعته من على السياخ من تحت. يعني ممكن بصوا يا حبايبي هحط لكم كده. بصوا ممكن اهو كده تحت خالص. لا هو السلق بحطه كده بعيد شويه عشان ايه تبقى الولعه مظبوطه يعني عليه وكده. ارجع لكم بقى وانا بقلي الطعميه اهو يا حبايبي. هنحط الطبق ألمونيا اهو. وانت شيء اهو يا حبايبي. نحط الزيت زي ما بتقليها في البيت، بس دي ايه في الغيط. كفايه كده الزيت.
عجينه يا حبايبي انا شارياها مش عاملاها في البيت، اما اعملها هوريها لكم برضو في فيديو اهو. لسه الزيت ما سخنش، عاوز المعلقه زيت واحطها. بصوا الولعه طبعا حاميه تحتها، يعني زي ما انت بتعملي في البيت، وهنا احسن كمان، يعني شايفه هنا احسن. طبعا الطعميه ما بنقلبهاش الا لما بتستوي، طبعا تقرب تستوي ارجع لكم تاني. دي الطماطم اهي يا حبايبي، كده انا جيت اجيب اشوف فيها نفطر كده ولا لا. اهي هي كام شجره اهي، بسم الله ما شاء الله. دي فيها اهي، بصوا اهي، بصوا الطماطم شكلها حلو ازاي يا حبايبي اهي. بصوا دي كده خضره اهي، لا دي احنا لو قطعناها حرام، فاحنا نقطع دي كده اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله عليها، حاجه زي هي لسه ما استوتش قوي اهي، بس حلوه اهي. امسك يا محمد كده اهي، بصوا بسم الله ما شاء الله عليها اهي. بصوا حبايه زي التفاحه اهي، طبعا الطينه دي هتتغسل. امسك يا محمد واهي واحده اهي بردك، عشان ماسكه بس التليفون بايدي مش عارفه اقطعها اهي. بصوا يا حبايبي دي خضره شويه بس ايه حلوه. هات بقى يا محمد كده في ايدي، هات الطماطم اهم. بصوا هنفطر، اقرب حاجه هنفطر وايه، وبعد كده يحلها حلايه. امسك يا محمد اهي، امسك يا محمد اهي. بصوا دي كده لا يا حبايبي، دي كده لا، دي كده خضره، لو انا قطعتها يبقى حرام عليا اهي. بصوا يعني الاول بتبقى الزهره دي، الزهره المفتحه دي هي اللي بتبقى طماطمايه، وبعد كده بتبقى كده. بصوا بتبقى كده، وبعد كده بقى بتكبر للحجم اللي هو ايه يعني موجود اللي احنا بنقطع به. يعني لو احمرت وهي صغيره كده بنقطعها، اهم حاجه تبقى حمرا. ودي اهي بصوا دي التقاوي بتاعتها اهي. ارجع لكم بقى واحنا بنفطر، بقت زي العسل اهي. بسم الله ما شاء الله، حاجه زي العسل، ولا شاربه زيت ولا اي حاجه اهي، عشان الولعه حاميه تحتها اهي. اقلب بقى انا الكميه دي وارجع لكم تاني يا حبايبي. يكون قلينا الطعميه وخلصناها كده، فضيت الفول اهوت، حطيت عليه الدقه بتاعته وشويه زيت نباتي كده حلو، عباد الشمس اهو يا حبايبي. سيبه بقى يسخن وارجع لكم بقى ايه وانا بحط الاكل وكده اهو. اهو يا حبايبي الفطار جهز اهو. طبعا اهو العيش امرته اهو قدامكم على الصاج، وطبعا ده الفول، ده جبنه قديمه اهي، دي جبنه فلاحي، ده البيض، دي الطعميه اللي اتقلت قدامكم كده اهي، دي الطماطم اللي انا قطعتها قدامكم اهي. طبعا بصوا يا حبايبي هي دي اللي انا بقول عليه. بصوا هي لسه خضره شويه بس هي حلوه في الاكل مع البصل الاخضر. والف هنا وشفا كده على قلوبكم، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.